السلام عليكم. النهاردة هنعمل سوا فكرة جديدة من أفكار اللانش بوكس، حاجة كده مختلفة للدلع يعني. هنعمل سوسيس على الطريقة الإيطالية، وكمان هنعمل نوتيلا بوبس. الاتنين هنعملهم في نفس الفيديو ده، وسهلين جدا، مش هياخدوا معانا وقت خالص خالص خالص، وهنمشي مع بعض بالتفصيل خطوة بخطوة. صدقيني هيعجبك جدا جدا وهيعجب ولادك قوي، سواء كنتي بتعملي لنفسك للشغل او لجوزك او لولادك، ايا كان هيبقى من اللانش بوكسز المميزة جدا اللي هنعملها. اول حاجة هنبدأ نجهز مع بعض الساندوتش. بنقطة زيت صغيرة هشوي السوسيس في الطاسة، واكيد طبعا قبل ما نشويه بنكونوا سالقينه كويس. اهم حاجه اكون بقلبه طول الوقت عشان خاطر ما يحمرش من مكان والمكان التاني يتحرق فيه، لازم طول الوقت اقلب فيه. بعدين هضيف فلفل الوان احمر اصفر اخضر. لو طبعا بعمله الاطفال مش هحط شطه حراقه، لو بعمله ليكي او لجوزك او لحد كبير يعني هحط مع الحاجات ديت قرن فلفل حراق. شايفين اللون يا جماعه؟ والله يفتح النفس من قبل ما نحطه في الساندوتش، حتى صدقيني طعمه لذيذ جدا. بعدين هبدأ احط الصوصات في الساندوتشات بتاعتي، كاتشب ومايونيز ومستردة. لو لاحظنا ان العيش متحمص، احنا دايما متفقين طالما هنحط صوصات في العيش لازم نحمصه من جوه عشان يفضل محتفظ بالجوسنس بتاعت الصوصات والعيش مشربش الصوص اللي احنا بنحطه. بعدين هبدأ احط الخضار المشوي والفلفل الالوان اللي احنا عملناه. كان ممكن جدا ان انا احط السوسيس متقطع معاهم، وكان هيبقى طعمه لذيذ قوي، بس لما بيكون في حاجة هناخدها في الشغل او في المدرسة بنحاول على قد ما نقدر ان احنا نحطها متماسكة علشان ما تبهدلناش وما تبهدلش لبسنا وكده. فانا قررت ان انا احطه سليم، بس اللي حابة انتي تقطعيه مفيش مشكلة. حطيت بس رشة بابريكا صغيرة على الفلفل الالوان ورشة ملح برضو صغيرة جدا عشان خاطر بس اديله فليفر قبل ما احط عليه السوسيس. بعدين هبدأ احط جبنة مبشورة فوقيه، جبنة موتزاريلا او جبنة شيدر او ايا كان اللي عندي، لو عندي الميكس يكون افضل. المفروض في الطريقة الإيطالية اللي هي الطريقة الأصلية بعد الخطوة دي بيدخلوا الفرن ويديله وش ان هو يتحمر، بس انا ما حبيتش اعمل الخطوة دي برضو لانه المفروض لو هيتحط في لانش بوكس بعد ما يتحمص فممكن ينشف مني، يبقى كراستد بزيادة، فانا مش عايزة الخطوة دي هنا. بس لو بتعمليها في البيت هيبقى لذيذ قوي. وبس كده خلصنا الساندوتش، لذيذ وسهل وسريع، ينفع اعمله عشاء خفيف بالليل، ينفع اعمله فطار، ينفع اعمله لانش بوكس، في كل الحالات هيبقى تحفه. بس اهم حاجه بعد ما عملنا كل ده ان انا الف الساندوتش كويس قوي قبل ما احطه في اللانش بوكس، لانه ممكن يبهدل الدنيا لو سيبناه مفتوح كده، فلازم اتاكد ان هو ملفوف كويس خالص عشان خاطر ما يبهدلش اللانش بوكس بتاعي. بس كده خلصنا الساندوتش. دلوقتي هنبدأ نعمل السويتس اللي هنحطها. انا هعمل نوتيلا بوبس، هي سهلة خالص، كل الموضوع ان هي محتاجة تتعمل بدري شوية بساعتين على الاقل عشان تتحط في التلاجة. كل اللي هحتاجه باكو بسكوت ومعلقتين سوداني. الكمية اللي انا هعملها دي هتعملي حوالي 10 نوتيلا بوبس، لو انا عايزة اعمل اقل من كده ممكن استعمل كمية اقل من كده بكتير خالص. المهم هنطحن البسكوت كويس في الخلاط، وبعدين هضيفله معلقة كاكاو خام، وهضيفله معلقة او 2 نوتيلا. كمية النوتيلا اللي هحطها هتعتمد على كمية البسكوت اللي انا عاملاها او حجم باكو البسكوت اللي انا استخدمته. المهم ان انا العجينة في الاخر او البسكوت في الاخر يوصل معايا يكون متماسك، ان انا لما المه على بعضه كده يتلم معايا، ده بقى اللي هيعتمد على كمية النوتيلا اللي انا حطيتها. بعدين هبدأ اقلب المكونات دي كويس بالسباتولا او بمعلقة او بايا كان لحد ما الاقيهم بيتماسكوا مع بعض زي ما اتفقنا، وهبدأ في تشكيلها. انا مثلا استعملت في التشكيل معلقة، ممكن تستعملي اي حاجة، ممكن تكوريها بايديكي. انا استعملت المعلقة المعيارية، بقيت باخد البسكوت احطه في المعلقة المعيارية واطلعه. ممكن تستعملي لو عندك القوالب السيليكون اللي على شكل دايرة او على اي شكل تاني ممكن تستعملي.
النوتيلا اللي انا استعملتها، النوتيلا اللي انا كنت عاملاها في البيت ما كانتش مسكره قوي، كان سكرها مظبوط شويه، فاضطريت ان انا استعمل معلقه سكر بودر كمان مع المكونات دي. بس لو انتي بتستعملي النوتيلا اللي انت شاريها من بره مش تحتاجي معلقه السكر البودر، لان هي بتكون مسكره قوي. زي ما انتوا شايفين تشكيلها بسيط جدا، يعني الكمية دي كلها مش تاخد معاكي 3-4 دقايق في تشكيلها. بعدين هبدأ اجيب شوكولاتة سايحة، سيحتها على حمام مية، سيحتها في الميكرويف او تفر. اهم حاجة ما زودهاش لا لبن ولا زبدة ولا اي حاجة، عشان انا عايزاها لما تتماسك تبقى جامدة جدا، ما تبقاش طرية، علشان ما تبوظليش اللانش بوكس بتاعي وتبهدل الدنيا. هسيبها في التلاجة ساعتين واقدر استعملها بعد كده. نبدأ بقى نجهز مع بعض اللانش بوكس زي ما احنا متفقين. something sweet, something salty, something healthy and something crunchy. انا هنا استعملت الكرانشي، استعملت بريتزلز، ايا كان الحاجه اللي انت عايزه تحطيها ايه، زي ما احنا متفقين حاجه تكون محمصه ما تكونش فرايد. واكيد طبعا استعملنا something sweet، استعملنا نوتيلا بوبس اللي احنا جهزناها مع بعض دلوقتي. شوفوا قد ايه شكلها لذيذ، صدقيني طعمها ألذ، وحاجة سريعة جدا. لو انتي مش عاملة حسابك او مش شارية حاجة تحطيها في اللانش بوكس او ما جهزتيش حاجة من بالليل، دي حاجة سهلة جدا تجهزيها بسرعة خالص وبسيطة، وهتعجب ولادك وهتعجبك جدا جدا جدا. طبعا دايما ال something healthy بتاعنا بيكون فاكهة، ايا كان نوع الفاكهة اللي انتي هتستعمليها. انا المرة دي استعملت التفاح. انا قررت ان انا اشيل قلب التفاحة بطريقة لطيفة، يعني تخلي شكلها احلى، بس انتي لو عايزة تقطعيها باي طريقة تانية وباي شكل تاني يعني زي ما تحبي. بس يعني مفيش مانع من لمسة حب في اللانش بوكس، صدقيني بتفرق كتير اوي. بس كده جهزنا اللانش بوكس بتاعنا، يا رب يكون عجبكم. ما تنسوش لايك وشير وسبسكرايب عشان توصلكوا باقي افكار اللانش بوكس. باي باي.